يا صباح الخير، يا صباح الهنا، يا صباح السكر، يا صباح مليان بالتفاؤل والبركة والحياة الجميلة اللي بطعم زمان كده. هو النهاردة يوم مليان شغل كتير ونضيف، وهنعرف ازاي نخلي المخلل مشكل، وهنعرف ازاي نشوي السمك في البيت عادي وعلى صينية فوق العين البوتاجاز عادي، ومفيش اي مشكلة ومش هيعمل تخانة خالص. هي هتخليكي تاكليه على طول، دي مش هتاكلي من بره ابدا سمك مشوي، وانت اللي هتعمليه في بيتك، وهيبقى بطعم جميل وبحشوة جميلة جدا جدا زي بتاعة المحلات الكبيرة. انا بقى هعرفك كل التركات النهاردة بتاعته، وهقول لكم على كل تفصيلة فيه، بالحشوة بتاعته، وتحشي ازاي ويتحط على البوتاجاز ازاي وتشوي ازاي، ويتحط عليه الصوص بتاعه اللي هو بعد ما بيطلع من الشوي كده بيتحط عليه كده هو كتتبيلة من فوق. هقول لكم كل دوت، بس بالله عليكم شير للفيديو ولايك بمثابة تشجيع لاختكم، واشتراك لو امكن يعني. اني متأكدة ان تستفيدوا مني كتير قوي والله العظيم. المهم كنت النهارده بفطر كدهوت الصبح كدهوت، وبعدين بعد ما فطرت قلت اقوم اقشر اللفت عشان اخلله، والجزر والقرنبيط. انا بحب التشكيله دي في المخلل قوي، يعني هو بصراحه ربنا المخلل انا بالنسبه لي هم الثلاثه دول حلوين قوي يعني. طبعا لما بعد ما بنقشره كده بنغسله طبعا تحت الميه. انا كان نفسي اعمل اخلي البصل برضو واخلي الليمون والكلام دوت ان شاء الله كده، يعني قبل رمضان ان شاء الله ربنا يسهل ابقى اعمل الكلام ده معاكم برضو. بس طبعا الليمون يكون رخص شويه كده عشان نقدر نخلله. الحاجه دي بتفتح النفس طبعا في الاكل طبعا. بس وطبعا اللفت مالي السوق دلوقتي، والبنجر وكل الحاجات ديت. فانا كان عندي القطاعه بتاعت المشرشره ديت بتدي منظر حلو جدا في اللفت وفي التخليل يعني. فبحبه قوي لما باجي اخلل بقوم مخلله يعني المخلل بيه. بتدي منظر يعني. حتى بصوا يعني انا عارفه ان ممكن اللفت ده يتقطع كده عادي، بس انا بعمل كده هوت عشان خاطر انا بحب المنظر ده. انا بحب المنظر ده، انا احب اشوف اللفت كده مشرشر، يعني بيبقى شكله احلى، يعني بيفتح النفس. عموما يعني انا يعني عملته كله بالقطاعه ديت، وعملت بعد كده الجزر. آمم، عشان برضه أنا عايزة أعمله مشكّل، يعني أنا عايزة أعمل اللفت مشكّل، فقُلت برضه أعمله كلّه كده عشان يبقى يعني إيه، مخلِّل عندنا في البيت. ما نحتاجش نجيب يعني من برّه مخلِّل يعني. بس فعملته كده، وبعدين حطيت عليه 4 معالق ملح كده، وعشان بس ينزّل المَيّة بتاعته، وحطيته في مصفى طبعًا عشان ينزّل المَيّة بتاعته عقبال ما عملت الجزر. برضه عملت الجزر برضه مشرشر برضه عشان يبقى شكله حلو. بيقول لك العين بتاكل قبل الفم. انا شايفه كده بصراحه، يعني هو انا شايفه كده. هو على فكره هو مثل مقنع جدا. هو فعلا الواحد لما بيشوف حاجه شكلها منظرها حلو، يعني بتلاقي نفسك عايزه تاكليها يعني. المهم يعني واحدة واحدة كده ابتديت أخلّص يعني. عملت برضه جزء كده عادي كدهوّة عشان للأسف القطّاعة بتاعتي اتكسرت، يعني كانت اتكسرت يعني. بس أنا برضه هابتدي أجيب واحدة تانية برضه عشان أخلّي الحاجات التانية بعد كده. بس فقطّعت برضه، جِبت قرنبيطة صغيّرة كده فقطّعتها برضه قطع كده صغيّرة. وحطيت برضه عليها ملح كده وسِبتها برضه تتصفّى مع الجزر. بس وبعدين حطيتهم كلّهم بقى مع بعض لمّا صفّوا مع بعض، حطيتهم كلّهم مع بعض كده وقلّبتهم، وحطيت عليهم معلقتين سُكّر. وبعدين حضّرت بقى المَيّة بتاعة اللفت والجزر يعني والقرنبيط. حضّرت لها المَيّة، بس طبعًا لمّا تكون مَيّة سخنة طبعًا. بس فقلّبت المهم يعني على التشكيلة دي كلّها، قلّبتهم على بعض كدهوّة. هُم طبعًا كانوا محطوطين عليهم ملح في الأول. طبعًا هتقولوا ليه إحنا حطينا عليهم سُكّر؟ طبعًا لزوم القرمشة يعني وعشان يبقى مقرمش. وبعدين جِبت طبق غويط يعني وحطيت عليه مثلًا بتاع لتر مَيّة، أو أقل من لتر بشوية كدهوّة، وعليهم 4 معالق ملح. مش شرط يكون ملح خشن على فكرة، يعني هو مش شرط يكون ملح خشن خالص، يعني أنا عملته بملح عادي ناعم برضه طلع زي الفل والله العظيم. بس فحطيت على المَيّة السخنة دي البنجر عشان طبعًا يلوّن يعني. وبرضه حطيت عليه كده شوية حتّة كده من أنا كنت مفرّزة يعني هريسة أخدت كده قطعة كده من متلجة، بس أنا حطيتها برضه في مَيّة سخنة يعني فباشت برضه. حطيتها برضه مع المَيّة السخنة كده، وبقى نزّلتهم كلّهم، يعني هريسة الشطة اللي طبعًا أنتم عارفينها طبعًا، اللي هي بتبقى بتتعمل بالفلفل الأحمر اللي هو في مالي السوق دوّة. برضه كنت عاملاه برضه هريسة شطة كانت جميلة برضه عملتها، يعني حطيتها بجد يعني بقى مخلل بقى جميل أوي. وبعدين حطيت عليه بقى
كيس كده نايلون وبعد كده غطيته كويس قوي. بس بقى فاشتغلنا بقى في شغل البيت بقى طبعا. طبعا انا كنت هنا بغسل، وبرضو هنا نشرت كده الغسيل. بس عشان خاطر وسبت بقى حطيته بقى طبعا على الرخامة جوه المخلل. وابتديت اشوف شغل بيتي بقى كده هوت. عشان برضو كان عندي سمك جوه طبعا، نضفته وغسلته وسبته يصفى يعني كده هوت السمك البوري. طبعا السمك البوري ده كان تمنه كام؟ كان تمنه 140 جنيه كيلو. انا كنت جايبه كيلو ونص كده 5 سمكات. وكان الكبير منه البوري كان ب160 جنيه. انا كنت ناويه اصلا اجيب تونه وكده هوت. بس طبعا التونه يعني ما حبيتش اجيب تونه عشان كنت عايزه اشوي السمك ده معاكم يعني بصراحه. وبالنسبه للسمك التونه كان ب85 جنيه كيلو، بس انا طبعا جبت بوري. ما كانش عندي مواعين كتير، بس انا قلت برضو اشتغل في الغدا يعني. قبل ما اشتغل في الغدا طبعا لازم اكون مشطبه المواعين كلها ومظبطه المطبخ كله. عشان الواحد بيبقى ليه نفس يعمل الاكل. طبعا انتوا عارفيني طبعا من زمان انا لازم اعمل الاكل. قبل ما اعمل الاكل لازم يكون الدنيا نظيفه خالص في المطبخ. بس فكنت منضفه طبعا المطبخ كله قبل ما اعمل الاكل اصلا. بس كان في شويه كده مواعين كده اهوت، قمت شطفتهم وغسلتهم يعني، وقلت ابتدي بقى اعمل الغدا وكده اهوت. بس فالحمد لله يعني الحمد لله. كنت مخلصت بعد كده المواعين وكده، ونضفت المطبخ كله طبعا عشان قبل ما اعمل الكلام ده كله. بس كنت ساعتها عامله السمك يعني. كنت غسلاه وسبته في المصفى يصفى. صلوا بينا كده على النبي، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. طبعا عايزه اكلمكم ان ممكن اي حد في الدنيا يقابل اي حد مؤذي يعني. ممكن تقابلي اي حد يأذيكي، سواء بالقول او بالفعل او بالحسد او بالحقد. اكتر حاجة في الناس المؤذية انهم بيبقوا قدامنا بوش ومن ورانا بوش تاني خالص. فلازم نوضع حد للناس دي وما نتعاملش معاهم تاني خالص. لو اجبرتني القرابة او العمل او الشغل او البيت او الجيرة، احيد العلاقة ما بينهم. لان بيكدبوا منافقين، بيظهروا خلاف ما يبطنوا. بيقولوا مثلا انا حريصة عليكم ومش عارفة وبتاع، ومن وراك دب 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 دب. طب ليه؟ طب انا مش عارفة المشكلة في بالظبط. يعني الكلام دوت بيبقى بسبب غياب القيم الإسلامية والتربوية في حياتنا بجد. غياب القيم دي خلتنا نتعامل مع فئة من الناس بيبصوا في الحياة لشخص، او بيبقى بيتمنوا ياخدوا اللي في ايدك ده بيتمنوا ياخدوه. خلّوا الناس بقت أعوذ بالله بجد. بس والله بيبان في فلتات اللسان، يعني فلتات اللسان اللي هُم بيتكلموا كده بجد بيبان الإنسان الحقود والمنافق والإنسان الغلول كده وبيغلي من جواه. يعني بجد والعياذ بالله الدنيا مش مستاهلة لده كله، الدنيا مش مستاهلة بجد. والله العظيم الدنيا مش مستاهلة، والدنيا منفاتة، والدنيا يعني أقرب ما يكون إن هي بجد الدنيا فيها تعب ومشقة في الحياة بجد. يعني إحنا بنحاول نخلّيها نسعدها، يعني احنا بنحاول نسعد في حياتنا، ونحاول يعني نخليها فيها امل لبكرة، وفيها يعني الدنيا تبقى حلوة عشان نقدر نعيش فيها والله. ربنا طبعا يبارك لكم ويطيب قلوبكم ويكبركم ويرزقكم من فضل الله وفي الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. لكن قلنا نعمل مع الناس المؤذية دي؟ نعتزلهم. اعتزل ما يؤذيك، اعتزل ما يؤذيك. بس فيعني هي الحياة مش مستاهلة حد يضايق حد، ولا حد يخلي الواحد يتضايق في الحياة. الدنيا أصلا مش مستاهلة، والدنيا من فاتة. احنا بنحاول نسعد نفسنا بنفسنا عشان نقدر نعيش في الدنيا دي. بس الحمد لله الحمد لله احنا برضو يعني تمام وكويسين وسعداء الحمد لله. ربنا يسعدنا كمان وكمان انا وانتوا يا رب العالمين. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده انا ابتديت ابتدي بقى انضف بقى بعد ما غسلت المواعين. ابتديت انضف الرخامه طبعا بتاعه المطبخ، وابتديت انضف البوتاجاز برضو عشان ابتدي شغل في السمك ان شاء الله. بس فانا هنا كنت بعمل بقى، كنت جايبه هنا كزبره، يعني كام عود كده من الكزبره قطعتهم. وقطعت كمان بصل كده ترانشات. وهنا كنت جايبه توم ومفروم وطبعا هريس الشطه برضو من الفريزر كده، قعدت افركها كده في قلب التوم. الليمون بقى بحط مثلا بتاع 4 ليمونات كده حلوين كده. وقطعت طبعا فلفل اهو. وكنت مبشره جزر برضو. كنت بشرة جزر. انا بص لما باجي اعمل السمك ده بعمله حلو، مش بعمله بقى اي كلام وبتاع. لا لا لا، مش بعمل اي حاجه كلام والكلام ده. وبعدين احط عليه كمان الليمون ده، بقوم احط عليه برضو كمان خل.
وايه واحط عليهم بقى ايه بهارات السمك والملح وكمون وكزبرة. وساعات احط برضو 7 بهارات. انا يعني بص، انا بكلف السمك ده تكلفه حلوه عشان انا ايه احس ان انا ايه باكلها من بره. يعني انا الواحد ايه، هي لقمه تتاكل برضو لازم عشان تبقى حلوه تبقى حلوه. بعدين مسكت كل سمكه كده ملحتها عشان احشيها بقى بالحشوه اللي انا قلت لكم عليها. انا بعمل حاجه حلوه تبقى حلوه ماشي. فانا المهم يعني ايه عملته كله بقى، وبعدين هحط بقى الحاجات اللي انا قطعتها دي كلها على بعض، وطبعا قوطه برضو. هحط بقى كل المكونات دي كلها على بعض، الجزر مع القوطه مع مع الفلفل مع البصل مع الكزبره، واقوم بقى مقلباهم. هي دي بقى ايه الحشوه اللي ايه اللي الناس بتعملها بره ماشي. هي دي بس حشوة. لسه بقى احط شوية ايه من التتبيلة برضو ديت، وهنحتاج التتبيلة التانية دي برضو في المية ايه اللي هي بتحط ايه بعد السمك ما بيطلع من الشوي. يقوم ايه هوريكم برضو مع بعض. بص بقى ابتديت ايه احشي كل السمكة مع وهي اصلا كده كده اصلا متبلة. فابتديت احشيها بقى بالحشوة اللي بقولكوا عليها ديت. كل واحدة بقى ابتديت احشيها عشان بقى ايه اشويها. وطبعا في رد، طبعا لازم نعمل ردة. هنشويها بالردة زيها زي بتاعة البرة بالظبط. والله والله احلى كمان، على الاقل دي انضف واحسن، وانتي عاملاها بنفسك في البيت يعني. بجد بتبقى حاجة متعة كده بجد. وبالهنا والشفا اللي ياكل بجد يعني. بصوا شكله يتاكل ني والله العظيم. بصوا بقى، انا باخد التتبيله دي بقى ومحط عليها ايه بقى شويه ميه كدهوت وخل، واحط زود عليها برضو طبعا ملح وكمون ومثلا ايه بهار السمك ممكن برضو إيه بس. وازود مثلا شطه، شويه شطه كده هو بس. فايه دي برضو التتبيله اللي هي بتتحط ايه للسمك اللي ايه بعد ما بيطلع من ايه من الفرن او من تشويه حتى على يعني ايه بره كده زي ما انا هشويه كده برضو على البوتاجاز. اقوم برضو ايه بعد ما اشويه اقوم حطاه في قلب التتبيله لما ما بيطلع بس. فبيشرب بقى ايه التمليح وبيشرب الصوص ده، بيبقى طعمه رهيب والله العظيم. 3 طعمه حلو جدا جدا جدا. نفسي تعملوا السمك ده باللي انا بقول لكم عليه، وانتوا هتدعولي والله هتدعولي. ففضلت اعمل بقى كله كده هوت اغلفه كده بالرده عشان بقى ايه هشويه دلوقتي قدامكم على الصينيه كده على عين البوتاجاز. الموضوع ما خدش مني وقت خالص. سبته كده لغايه ما ايه انا طبعا ما اقدرش اقلبه وهو على عين البوتاجاز الا لما ايه احس ان هي ايه السمكه ابتدت تنشف. فاقوم بقى ايه مطلعاها من يعني ايه مقلباها. يعني انا ما بقلبهاش الا لما بحس ان هي ابتدت تنشف شويه من تحت. بجد طعمه تحفة بجد. واللي فضل معايا كده لحد دلوقتي هنا يبقى اكيد مهتم بالمحتوى بتاعي، فاكيد هيعمل لي اشتراك بجد وهيسعدني وهيخش في عائلتنا الجميل. تولي بالله عليكم لايك عشان بجد الفيديو يرتفع. عشان انا بجد انا بقى نفسي اعمل لكم فيديو كل يوم، بس انا طبعا مش هقدر اعمل لكم فيديو كل يوم عشان خاطر مفيش عندي مشتركين كتير يعني فاهمين. انا لو حتى يعني كملت 1000 مثلا اعمل لكم فيديو كل يوم. انا بجد نفسي انا اكمل 1000 عشان اعمل لكم فيديو كل يوم واشتغل كل يوم. انا عايزه اكون معاكم ومع عيلتي كل يوم. بص انا بقيت ايه اقلب السمك دوت لما احس ابتدى ينشف شويه من تحت بقيت اقلبه. يعني انا زي ما قلت لكم انا ما بقلبوش الا لما ايه يبتدي ينشف من تحت. انا هنا كنت بعمل انا طبعا ما عرفتش اكلمكم على الرز. انا هنا كنت طبعا حمرت بصله كده كبيره كده في الرز وبعد كده يعني خليتها تحمر كويس قوي. وبعدين حطيت لها ماجي وحطيت طبعا التوابل اللي هي مثلا شويه كمون وشويه. والله حطيت كمان شويه من التوم اللي انا كنت عاملاه كده، حطيت حبه كده صغيرين. كان طعم الرز كمان جميل جنب السمك. ونفسي تعملوه بنفس التفاصيل اللي بقول لكم عليها بجد، وربنا يحسن ما بين ايديكم والله هتدعوا لي. وعملت كده شويه سلطه جنبه. يا رب يعجبكم الفيديو.